يبدأ الفيلم بمشهد لهاتش مانسيل جالساً في غرفة تحقيق. يبدو عليه الإرهاق والضرب، وهذه المرة يجلس وبجانبه كلب. يتحدث إليه عاملان ويسألانه عن هويته. قبل ذلك بفترة نرى أن هاتش عاد إلى حياته السابقة كقاتل مأجور، ينفذ مهاما يكلفه بها الحلاق لسداد دينه للروس بعد تدميره لصندوق الأموال المعروف بالأوبشاك. هذا العمل جعله أكثر بعداً عن زوجته بيكا وأطفالهما برادي وسامي. يعترف هاتش بأن عمله يؤثر سلباً على علاقته بعائلته، وأن هذا الأمر يثقله نفسياً. لاحقاً يشاهد هاتش إعلاناً عن بلدة صيفية تدعى بلومرفيل. كان والده ديفيد قد اصطحبه إليها مع شقيقه هاري RZA في طفولتهما. ومع اقتراب العطلة الصيفية يقنع هاتش بيكا والأطفال بالقيام برحلة عائلية، ويعد زوجته بأنه سيبقي حياته العملية بعيداً تماماً عن العائلة أثناء الرحلة، بل ويطلب من الحلاق إجازة قبل تنفيذ أي مهمة جديدة. تصطحب عائلة مانسيل ديفيد من دار رعاية المسنين لينضم إليهم في الرحلة. وبعد أن يستقر الأطفال في غرفهم، يقضي هاتش وبيكا وقتاً خاصاً معاً في الغرفة، يشربان النبيذ ويستمتعان بلحظات قرب افتقداها منذ زمن. في وقت لاحق تحاول العائلة الذهاب إلى مدينة الألعاب المائية، لكنهم يبلغون بأنها مغلقة بسبب حادث ما، ويحصلون بدلاً من ذلك على قسائم هوت دوغ. يأخذهم هاتش إلى مطعم قريب لتناول الغداء، وهناك يلفت انتباه عمدة البلدة المحلي آبل عندما يبدأ هاتش في استرجاع ذكرياته عن المكان مع والده وأخيه. بعدها تذهب العائلة إلى صالة الألعاب الإلكترونية بعد حصولهم على تذاكر مجانية. يحاول هاتش التحدث مع برادي الذي لديه كدمة سوداء في عينه، والتي يلمح لاحقاً إلى أنها نتيجة شجار وليس مباراة كرة قدم كما قيل. يعطي برادي بعض التذاكر لفتيات كنا ينظرن إليه بإعجاب، ويستخدم باقي التذاكر لشراء جائزة لأخته سامي. لكن ماكس حبيب إحدى الفتيات يستفز برادي ويمزق لعب سامي. يرد برادي بضربه وكسر ذراعه. يتدخل هاتش وموظفو الصالة ويطلب من العائلة المغادرة. وعندما تحاول سامي التقاط لعبتها يضربها أحد الموظفين على ذراعها. يحاول هاتش في البداية تجاهل الأمر من أجل بيكا، لكنه يعود فجأة ويضرب الموظف بشدة إلى جانب زميل له ورجل آخر حاول التدخل. يستدعى هاتش وبرادي إلى مركز الشرطة، حيث يكون آبل مستعداً لاستجواب هاتش. هناك يلتقي بوايت مارتن والد ماكس وصاحب مدينة الألعاب في بلومرفيل، والذي يغضب بسبب إصابة ذراع ابنه. يأمر وايت هاتش وعائلته بمغادرة البلدة، وبعد موافقة هاتش يأمر آبل رجاله بالتخلص منه. في اليوم التالي يأخذ هاتش العائلة في جولة بالقارب، لكنه يلاحظ أن رجال آبل يتعقبونهم. يسمح لبيكا وديفيد والأطفال بالذهاب في قارب آخر، بينما يركب هو قارباً مختلفاً ويتبعه 4 من رجال آبل. يحاول تهدئة الوضع لكنهم يهاجمونه. يثبت لهم أنه ليس سائحاً عادياً رغم أنه يفقد إصبعاً خلال الشجار، وبعد أن يلقى به في الماء يعود ويكمل ضربهم. لاحقاً يتصل زعيمهم بآبل وهو ينزف وقد فقد بعض أسنانه ليخبره بأن هاتش أفلت منهم. يتواصل هاتش مع شقيقه هاري طالباً المساعدة، ثم يتصل بالحلاق الذي يخبره بأن بلومرفيل لطالما كانت ملاذاً سرياً لتهريب المخدرات والخمور، وتديرها امرأة مختلة تدعى ليندينا. تظهر ليندينا في كازينو وهي تلعب البوكر، وحين تكتشف غش خصمها تقتله مع الموزع وكل الشهود. يحذر الحلاق هاتش من استفزازها. يتضح أن وايت يعمل لصالح ليندينا بعد أن قتلت والده وأجبرته على سداد ديونه. يريد وايت الخلاص منها لكنها تسيطر عليه. تتصل ليندينا بالعمدة آبل وتأمره بإبقائه تحت السيطرة عبر أخذ شيء ثمين منه. يقوم آبل باختطاف ماكس. يعثر هاتش على مستودع يجتمع فيه آبل ورجاله مع كومة أموال ضخمة مخصصة لليندينا. يسكب البنزين على المال ويهدد بحرقه إن لم يبتعد آبل عنه وعن عائلته. يوافق آبل، لكن هاتش يلاحظ نقل ماكس فيعود ويقضي على رجال آبل واحداً تلو الآخر بطريقة وحشية، ويفجر المستودع أثناء هروبه مع ماكس. تعلن ليندينا الحرب على عائلة مانسيل. ينقل هاتش عائلته إلى نزل آمن ويطلب من بيكا الابتعاد عنه حفاظاً عليها. يتعاون لاحقاً مع وايت وديفيد وهاري لتجهيز مدينة الألعاب بالفخاخ. تصل ليندينا ورجالها وتندلع معركة دامية تنتهي بتدمير المكان بالكامل وموت ليندينا. في النهاية يتم استجواب هاتش وبيكا ثم يطلق سراحهما. تعود العائلة إلى المنزل ويشاهدون صور الرحلة، بينما يجلس هاتش مبتسماً
مستمتعاً أخيراً بلحظة سلام مع عائلته.